بيبدأ الفيلم بعربية ترحيلات اللي بتنقل المساجين واللي بتعترض طريقها، عربية ملاكي، وبيحاول سواق الأتوبيس ما يخبطش فيها، لكن بيتقلب الأتوبيس وبينزل أحد أفراد الشرطة عشان يطمن على سائق العربية، فبيثبته بالسلاح، وسام بيصرخ وبيطلب مساعده الضابط علشان رجله بتكون مكسوره، ولما بيروح له الضابط بيضربه في وشه، وسواق الملاكي بيطلب من الضابط إنه يفك كل المساجين، وبينزل سام مع صديقه عشان يلحقوا العربية قبل المساجين ما يسرقوها ويهربوا بيها، وبتحصل خناقه بينهم وبين المساجين التانيين، لكن بيتغلبوا عليهم وبياخدوا العربية وبيهربوا، وبيضرب عليهم نار من الشرطة، والطلقة بتصيب صديق سام في رقبته، وبيعيط وبيطلب منه السماح، وبيقول إنه كده ارتاح عشان هربوا من السجن، لأنه كان المفروض إنه هو اللي يكون مكانه، وبيضطر يدفن صديقه قبل أي شيء. وفي طريقه بيتوجه للماركت وبيشتري منه شوية حاجات، وبيكون قاعد في مخيم في الغابة، وبالليل بيتفقد المكان اللي حواليه، وبيلاقي في بيت منور، فبيتسحب بالراحة وبيبص جواه عشان نشوف واحدة اسمها كلايدي وعيالها الاتنين، واللي كان اسمهم موكي وبيلي، فبيستنى لما تروح تاخد شاور، وبيتسحب بالراحة وبيسرق الملح وبياخده وبيمشي من غير ما حد يشوفه، لكن موكي بيكون خد باله منه وهو ماشي. وتاني يوم وهم بيفطروا بيتهز المطبخ كله بفعل متفجرات بالمنطقة المجاورة ليهم، والولد بيقول لمامته إنه شاف واحد امبارح بيسرق الملح في البيت عندهم، لكن هي بتقول له بطل تربط الخيال بالواقع، لكن هو بيضايق منها عشان مش بتصدقه وبيسيبها وبيمشي. وسام بيكون معاه صندوق مليان فلوس ومسجل من التسعينات، صديقه بيكون مسجل له شريط بيشكره فيه على معرفته بيه، وبعدها بينزل العربية في البحيرة عشان يخفي أي أثر وراه، وبعدها بتهز المكان، وبنعرف إنه بسبب تفجيرات المجاورة للمنطقة، وبيحاولوا مجموعة من المستثمرين إنهم يشتروا البيوت من الناس علشان يكملوا مشروع القرية السياحيه اللي عايزين يعملوها، لكن في ناس كتير معارضه واللي منهم كلايد، وكمان بيشتروا ضباط الشرطة عشان يكونوا في صفهم، وبيروح ضابط الشرطة لكلايدي واللي بنعرف إن صديقها، وبيقول لها إن الناس دي واصلوا جدا ويستحسن إنها تخلص بيع البيت، لكن كلايد بترفض وبتنهي مع الكلام، وسام بيكون بيتصنت عليهم من بعيد. ولما بيناموا بيدخل البيت عشان يرجع الملح تاني، وبتتهز الأباجورة وبتعمل صوت، وبينزل ابنها عشان يشوف في إيه وبيهرب بسرعة، لكن موكي بيروح وراه مكان التخييم، ومجرد ما يروح له بيواجهه المسدس وبيقول لسام انت شكلك مش شرير، عشان كده لازم تنزل المسدس. وسام بيستلطفه جدا وبيقول له أشوفك بكرة على خير. وثاني يوم فعلا بيروح له بيلاقيه بياخد شاور في البحيرة، بيتكلم معاه شوية وبيقول له أنا هسوي لك الستيك، وبتيجي أخته وبيمشوا لما مامتهم تندوا عليهم، وبياكد عليهم سام إنهم ما يقولوش لحد إن هم شافوه. وبالليل لما بيرجعوا للبيت بالعربية بتاعتهم بيلاقوا بقرة ميته وبيتهجم عليهم 4 أشخاص، والعيال بتعيط وكلايد بتصرخ، وفي اللحظة دي سام بيتدخل وبيقول لهم سيبوهم في حالهم، وبيبدأوا يتخانقوا مع بعض، وسام بيفشخهم كلهم. وبعد الخناقة موكي بيعرف سام لمامته وبيقول لها ده صديقي سام، وبيقول لها مش هتعزميه عندنا في البيت، وبالفعل بيعزموه في البيت عندهم، وبتفضل تساله شوية أسئلة غريبة وتقول له أنت منين وبتعمل إيه هنا، وبعدها بتاخد العيال عشان يناموا، لكن ابنها بيفاجئها وبيحضن سام، وسام هو التاني كان متفاجئ من الحضن ده. وبعد فترة بيسألها عن الناس اللي هجموها، وبتعرفها إن هم مستثمرين وعايزين ياخدوا البيت بتاعها غصب عنها، وبيستأذن منها عشان يمشي، لكن كلايد بتقول له تقدر تقعد كام يوم في الحظيرة لو أنت حابب، فبيشكرها وبيطلب منها تاخد إيجار منه، لكن بترفض تاخد منه أي فلوس، وبيروح ينام في الحظيرة فعلا. وبيصحى يوم الصبح على صوت عربية، وبيتفاجئ بكلايد، وبتكون جايبوله بعض الملابس، وهو بياخد شاور الشرطي بيفتح عليه الستارة وبيساله أنت مين، وبيطلب بطاقته، وقبل ما يفتش لبسه اللي على الكرسي بتدخل وبتقول له إن ده بيكون ابن خالتها، وبيمشي الضابط وبيتغدوا سوا، وبيبان اهتمام موكي بيه جدا، وكان بيعامله كانوا والده اللي ما شافهوش، وبيطلب سام من كلايد إنه يشتري الموتوسيكل اللي موجود في الحظيرة، فبتوافق كلايد وبيبدأ سام في تعديله، وبتيجي لجانا مرة ثانية عشان تحاول تقنع كلايد وتبيع البيت، لكنها كانت رافضة الفكرة تماما، لكن بيعرفها إن البنك هيحجز على كل ممتلكاتها لو أخرت سداد القسط، لكن سام بيظهر وبيقول لها إنك تقدري توكلي محامي، والموضوع هياخد شهور مع البنك، ومشروعك هيتعطل أكتر من 6 شهور، وبيتصدموا طبعا من كلام سام وبيستذنوا وبيمشوا، وبعدها بيعملوا مؤتمر
عشان يقنعوا السكان المحليين إنهم يبيعوا البيوت بتاعتهم، وبيتعصب أحد السكان عليهم وبيقولوا إن مهما كان المشروع مهم لا يمكن أبدا يبيعوا بيوتهم، وبيكون باين جدا في عيونهم نظرات الحقد والكره. وثاني يوم بيروحوا للماركت، وهناك بيقابل الذراع اليمين المستثمر. إيه اللي بيفضل يسأله أسئلة كتير، وسام بيعمل نفسه مش سامع أي سؤال، وبيرجع تاني للبيت. وبالليل بيلاقاهم قاعدين بيتفرجوا على حفل زفاف كلايد، وبتعرض عليك كلايد إنه يبات معاهم في البيت الليل، وده كله بيسيبها وبيروح الحظيرة، وبيكون الضابط بيراقبهم من بعيد. وبيجي بعد ما يمشي سام، لكن كلايد بتكون زهقانه ومش عايزه تتكلم، فبيتضايق منها وبيكسر إزازه العصير وبيمشي. وبتيجي بعد نص الليل جرافات محمله زيوت ومواد كيميائية كتير، وبتحرض الأرض وبتفضي فيها الزيوت علشان تبور، وما يعرفوش يزرعوها ويبيعوا الأرض. لكن سام بيصحى على صوتهم وبيمسك سواق نقل منهم وبيعدموا العافية، وبيلف من ورا الجرافو وبيضرب السواق التاني. وتاني يوم المستثمر بيعرف ذراعه اليومين إنه بقى يوم واحد بس، والتراخيص كلها تنتهي، وين الرجال والفشل بتوعه. لو معرفوش يخلصوا الموضوع هو هيشوف حد ثاني، وبيروح للظابط، وظبط بيقول له أنا هتصرف في الموضوع ده، وبيروح له لحظيره وقت مش بتكون موجوده فيه، وبيساله على البطاقة بتاعته. بيوجه السلاح ناحيته وبيكلبشه في الباب، وبيبدأ بضربه ولكمه من الخلف. وفضل يقول له انت ليه قاعد معاها، وليه ما تسيبهاش وتمشي وتخليك في حالك. وبيفضل يضربه كمان بالعصاية. وسام بيقول له لو بتحبها ما كنتش هتقول الكلام ده. وسام بيدوخ وبيقع على الأرض، وبتيجي كلايد والعيال وبتفوقه، وبيقول لها إن هو تعبان شوية وإن مفيش حاجة يعني. وثاني يوم بيجي الدراع اليمين للمستثمر ومعاها بنت كلايد وبيهزر معاها، لكن سام بيخرج وبيقول لهم ادخلوا جوه. وسام بيقول له لو لقيتك قربت من كلايد أو عيالها أنا هقتلك. لكن المستثمر بدأ يهدد سام وقال له لو حصلت أي حاجة أنت اللي هتكون في الوش. وبيجي الشرطي وبيقول لسام إن الشرطة الفيدرالية كانت معاه دلوقتي وإنه عارف هو مين، لكن هو ما بلغش عنه. بيديله فرصة إنه يهرب، وبيروح يعرف كلايد على كل حاجة، وبيقول لها إنهم كانوا رايحين يسرقوا مصرف، لكن صديقه قتل الحارس والتهمه. جت فيه هو، لكن هي بتضربه وبتطلب منه يخرج من حياتهم وبتبكي، وبيقول لها إن هو لو مشي هتخسر المكان ده، لكن بتقول له إن أحوالها كانت كويسة قبل ما يظهر في حياتهم. وبيمشي سام، لكن بيكون متاثر جدا لأن هو اتعلق بالعيلة دي والأطفال إيه اللي كان بيلعب معاهم، وبيسيب لكلايد فلوس كتير مع رساله صوتيه لابنها موكي. وبيروح الضابط للمستثمر وبيعرفوا إن سام مشي خلاص وإنه مجرم، وبيستغربوا هو ليه ما بلغش عنه. لكن بيقول لهم إن آخر حاجة هم محتاجينها إن تيجي الشرطة الفيدرالية في مكان بيطردوا الناس فيه من بيوتهم. وفي الطريق سام بيقابل ضابط بيساله عن الموتوسيكل بتاعه، لكن سام بياكله في الكلام وبيسيبه وبيمشي. وكلايد بتبص على ابنها، بتلاقيه بيسمع التسجيل اللي سام سابه لابنها. وفي التسجيل بتسمع سام وهو بيقول إن هو مش هيقدر يغير ماضيه، وبيقول كمان إنه بيحبك كلايد جدا. وفي وقت ما سام بيبص على الخريطة في الغابة بيحس بحركه غريبه، فبينط فجاه على الموتوسيكل بتاعه وبيجري بيجيب أقصى سرعته، والشرطة بتجري وراه بالأحصن وبيضربوا عليه نار، لكن هو بيتفادى الرصاص وبيعرب بينهم وبينيم الموتوسيكل بتاعه في الزرع عشان محدش يشوفه. بعد كده بيشغله وبيجري بيه مرة ثانية وبالطرد ومجموعه كبيره من الشرطة، لكن بيقدر يهرب منهم لحد ما بيوصل لمرتفع وهيضطر يلف، والشرطة بتفضل تضرب عليه نار. وبعد ما بيوقف سام لمفترق الطرق بيوقف للحظة وبيفكر ما بين قلبه وحريته، لكنه بيختار كلايد وعيالها وبيرجع مرة ثانية لكلايد. وأثناء لعب الأسرة مع بعض بتتفاجئ بهجوم المستثمر وعصابته عليهم وبيطاردوا الأولاد، وبيقدر موكي إنه يهرب من الشباك. والشرطي كمان بيدخل البيت، لكن بيتفاجئ بضربه على وشه فبيفقد الوعي وبيهرب موكي، والراجل بيجري وراه وبيدخل الحظيره، لكن ممكن بيغفله بيخلي الحصان يرفصه وبيطلع يجري، فبيمسكوا سام ويسكتوا. وفي نفس الوقت بيرغموا كلايد إنها تمضي على عقد البيع، وبعد ما بتمضي بتف في وشه فبيضربها على قفاها وبيقول لها دلوقتي نقدر نحرق البيت. ولما بتصرخ كلايد بيتفاجئوا كلهم بدخول سام، بيكسر الأزاز وبيسحب الراجل بره، ويبدأوا كلهم يدوروا على سام. تبدأ الخناقة ما بينهم وبيكون على وشك إنه يقتل سام، لكن موكي بيلحقه في آخر لحظة وبيقدر يتغلب عليه وبيرميه على العربية. ولما بيكون فاكر إنه مات، موكي بياخد باله إنه لسه عايش وبيرمي مسدس لسام وبيضربه
طلقه وبيروح بيلاقي المستثمر ماسك مسدس في دماغ كلايد. لكن في الوقت ده كالعادة بتيجي الشرطة وبتطلب منه إنه ينزل السلاح اللي معاه، وبتجري كلايد وبتحضن سام اللي ضحى بحريته عشانها هي وعيالها. وفي اللحظة دي بتقول له يهرب، لكن سام بيقول لها مفيش أي مجال للهرب، وموكي يبكي لما بيعرف إنهم هياخدوه على السجن. والمستثمر بيزعق في سام وبيقول له أنت مش عارف أنا مين، فبيضربه بالباب في وشه وبيخلص الفيلم. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس.